أول ما شفت الشبح ارتعبت جدا، رغم إني أصلا كنت بعمل كل ده علشان يحضر، بس ما كنتش مفكرة إن الموضوع هيبقى مرعب كده. بدأت أرجع لورا والشبح يقرب مني، فضلت أرجع وهو يتقدم أكتر لغاية ما في لحظة كان لازم أوقف وأقاوم وأتمالك. مش هو ده اللي أنا كنت عايزاه، لازم أتكلم معاه علشان أعرف إيه اللي حصل مع بنتي قمر. كل اللي قدرت أنطق بيه: انتي مت إزاي يا قمر؟ قلتها وأنا في منتهى الرعب. وأول ما قلت كده وقف الشبح في مكانه ورجع لورا وفتح بقه، وبدأ يطلع منه دخان أسود كثيف جدا. وبعد ما خلص بدأ يتكلم بصوت خشن وقال: علي قدام الناس كان باين إنه شخص محترم وبيحبني، لكن الواقع كان غير كده. علي كان دايما بيهني وبيضربني على كل كبيرة وصغيرة، وكانت حياتي معاه عذاب. وفي اليوم اللي اكتشفوا فيه إني مت، علي اتخانق معايا خناقة كبيرة جدا بسبب إني زودت الملح في الأكل، فقلت له إني أسفة، وإنه لما يرجع من